شلونكم؟ اليوم سويت لكم صاج ايطالي بطريقه سهله وعجينه قطنيه والطعم تجنن. في البدايه عندي كيلو طحين، خليت عليه كوب من الخمره، يعني كوب بخاشوقة خمره، خاشوقة شكر ومي دافي. خليت خاشوقتين نوعيه اي روبه او زبادي، نص استكان زيت زيتون. خليت هنا كوب حليب، طبعا الحليب اضيفه بالتدريج لحد ما الشكل عندي هالعجينه راح اشوفها. ولا تنسون الملح. أعجنها كل زين وأتركها تتخمر مدة 45 دقيقة. 45 دقيقة راح أشكلها بالأشكال اللي راح تشوفوها وأفردها مثل ما راح تشوفون. أخلي عليه الحشو اللي تحبوه. أنا سويتها بقصة دجاج. خليت الجبن، طبعا أنا الجبن مرسين أو عكاوي اثنيناتن استخدمه. خليت فنجر، خليت الدجاج، وراح أخلي الكاتشب، وخليت فلفل أخضر، وخليت طماطم. إذا تحبون زيتون خلي براحتكم. وأشكلها بالأشكال اللي راح تشوفوها. وهم على الوجه أخلي كاتشب وأخلي الجبن، واخليها بالفرن مدة 25 دقيقة. تطلع لكم تجنن، الطعم رهيب. علينا وعليكم الف عافية. اي ملاحظة او استفسار كتبوا لي بالتعليقات.